السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل فراخ بطريقة حلوة قوي ان شاء الله هتعجبكم. ما شاء الله طعمها بيبقى تحفة، اللي مجربهاش يجربها. انا جبت فرخة بقى بلدي، غسلتها غسلة كويسة ونقعتها بمية بملح بليمون. وقسمتها بقى عشان هعملها على وصفتين. الوصفة بتاعت النهارده بالبصل، الوصفة التانية ان شاء الله هنزلها لكم الفيديو الجاي. كلها بقى توابل وطماطم وطعمها بيبقى لذيذ برضو. النهارده بقى وصفة النهارده بالبصل. ما شاء الله طعمها بيبقى حلو قوي، هتشربي احلى شوية شوربة بالطريقة دي. هنا حطيت ميه تغلي ونزلت كده بنص الفرخه. هقطع بقى عليها بصلايه كبيره ما شاء الله يبقى طعمها حلو قوي. وهضيف لها شويه فلفل اسود وملح. يعني دي بقى بدون بهارات كتير وطعمها ما شاء الله احلى شويه شوربه هتشربيهم بالطريقه دي. انا اعرف ناس لما بتسلق فراخ او لحمه بتسلق كام بصلايه كده لاولادهم. يعني البصل كله يعني كله فوايد. في اطفال بتتقبل تاكل البصل مسلوق وفي اطفال تانية لا. الطريقة دي بقى هيشرب الشوربة بالبصل وهياكل كده الفرخة بالبصل وهو حابب الموضوع. الأكلة دي بتبقى حلوة قوي. يعني لينا ولأولادنا كمان. يعني أنا برضو زي الناس اللي ما بتحبش تاكل بصلاية على بعضها مسلوقة كده ما بحبش. لكن الطريقة دي الشوربة كلها بصل بشربها وقطعة الفرخة كلها بصل برضو باكلها وبستمتع بيها. بسم الله ما شاء الله. بيبقى طعمها حلو قوي. بيخليكي انتي بقى ذكية وتدخلي لأولادك البصل بالطريقة دي. هنا بقى بقلبها تقليبه كويسه عشان الملح والفلفل. هغطيها بقى لحد ما تستوى ما شاء الله. مع شويه رز بقى بالشعريه كده جنب رز معمر. هتبقى اكله جميله ومفيده وخفيفه كمان على المعده كده ما شاء الله، ولا فيها بقى طماطم ولا فيها بهارات كتير. هنا بوريها لكم وهي بتغلي. ومش بنضيف لها ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. هنا بقى كانت استوت بسم الله ما شاء الله. اللي مجربهاش يجربها هتعجبكم قوي. طعمها بيبقى لذيذ ومفيده. نحاول بقى نضحك على اولادنا كده بالذكاء زي ما قلت لكم. والوصفه دي هيحبوها وهيطلبوها منك كمان. وانت كمان لو لسه مجربتهاش هتحبيها. واللي بتعملها بالطريقه دي تكتب وتقولي. بسم الله ما شاء الله اكله مفيده جدا بعيد بقى عن البانيه والفيجيتار والمقليات والزيوت. هم طبعا كل الاطفال بتحب الاكلات دي. نحاول ننوع لهم كده عشان صحتهم. ويا رب الفيديو يعجبكم. وبتمنى لكم السعاده من قلبي والتوفيق يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله.